في شخص مختفي في ليبيا وعاوزين اي حد يساعدنا ان احنا نوصل ليه يا جماعة. في شخص مختفي في الشويرف. تمام. الشويرف دي تقريبا تبع طرابلس او بعد طرابلس بشوية. عايزين اي حد يعرف يدلنا عليه، او اي رتبة او اي ضابط يكون موجود في طرابلس او في بنغازي او في اي مكان في ليبيا. الراجل ده هو صنايعي لياسة. كان شغال لظابط في اسم قصاد السكن بتاعه في بيت بتاعه. خلصوله وادوله موعد ان هو هيديله الفلوس في 25/11 اللي فات. فجاء في 25/11 اجله شوية، قال له انا عندي عربية هبيعها واديك فلوسك. وجاء بعدها اتهرب منه كده، فهو راح بلغ عنه في الاسم. الضابط اللي هناك قال له هو في السعودية وكده كده راح يعمل عمرة وهيديك ايه فلوسك. بعدها بيوم راحوا عليه السكن، خدوه هو والعامل اللي كان شغال معاه. خدوه عملوا لهم قال له احنا عاوزينك تعمل لنا سور هنا في الاسم. عمل لهم السور وظبطوا وخلصوا. فبعد ما خلصوا روحوا العامل اللي معاه وهو حبسوه. من بعدها محدش عارف عنه حاجة. هما ملفقين له تهمة تقريبا عشان الراجل اللي عنده فلوس يعني ما يدلوش فلوسه وكده. فأتمنى ان اي حد من هناك يا جماعة يشوف الفيديو ده او يقدر يساعدنا يبعت لي خاص او يكتب لي في كومنت، وانا معايا كل بيانات الراجل ده. بس طبعا مش هينفع انزلها وكده. فانا معايا اسمه ومعايا رقم الجواز بتاعه ومعايا برضو رقم الشخص اللي كان شغال معاه وكل حاجة. فاللي يقدر يساعدنا من هناك بأي حاجة يبعت لي خاص او يكتب لي في كومنت وانا هتواصل معاه. واللي ما يقدرش يعمل على الاقل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك ونقدر نساعد الراجل ده.